ودتنا في تهلكة. عشان كذا كل شيء حتى بالصلاة لما تتأمل الصلاة يقول لك اخشع. وشو اخشع؟ خلك يقظ مركز بعقلك بالكلام اللي تقوله وبمشاعرك مع اتصالك مع الله وبسلوكك بأداء الصلاة. فكل موقف في الحياة مارس فيه الثلاثية هذه. مشاعري أنا وش حاسة الحين في الاجتماع، وقاعد يجيك يقول لك أنا عندي رهاب اجتماعي. أنا إذا قعدت أتكلم مع الناس أو بطلع بلقاء في اجتماع أو في ميتنج أنا أبدأ أتوتر. ليه؟ لأنه أبسط نقطة، أنا يا هنوف أنا عديت للملف وعدلته وزينته مشروعي، هذا شيء أنا مسؤول عنه. يوم جاء وقت تعال تكلمي عنه، تعالي قولي أو تكلم عنه يا فلان، عطيته خويي لأني أنا ما بيطلع قدام الناس، ما بيتكلم مع أحد. وش يصير؟ هو الآن أثناء اللقاء أو أثناء الاجتماع هو مركز على مشاعر الناس شو يقولون عني، مركز على هذا شو بيقول عني، هذا شو بيقول عني، هذا شو بيقول عني، هذا شو بيقول مو مركز مع مشاعره الشخصية. أنا متوتر لأني قاعد أقيس هم مش بيقولون عني. فلو أنا أعيد الصياغة وأعيد الفكرة وأنظمها، أنه أنا لازم أركز على مخارج الحروف عندي في الكلمات، لازم أركز على منطق الفكرة اللي بقولها، لازم أركز على مبدئي أني أنا اليوم بكون فخور لنفسي مو لأحد. ما يفرق معي رأي الآخرين، لكن هو مدرب أنه يقيس ويتصل مع الآخرين، ما يتصل مع نفسه. صفر اتصاله مع نفسه من يعاني من الرهاب الاجتماعي في التواصل مع الآخرين، صفر عند الاتصال مع ذاته. ليه؟ لأنه ما يقيس ذاته، هو ما يتواصل مع نفسه، هو ما يقدر يغير مشاعره أو يتواصل مع مشاعره وما قاعد يتواصل مع مشاعر الآخرين يعني. نعم. قاعد يفكر بمشاعر الآخرين. هذا إيش بيقول، ذا إيش بيقول، ذا ليش نظرني كذا، ليش، فيتشتت ما يقدر. هذا ليش نظرني كذا، هذا يوم نتكتف حط رجل على رجل يعني معناته ما عجبك كلامي، فيبدأ يسرع بالكلام، يسرع هذا لأنه مضطر يتكلم، يسرع لا كلام مفهوم لا حروف مفهومة لا فكرة مفهومة، لأنه هو مركز هناك، مركز مع هذولي، مو مركز. يقولك من التكنيكات ركز على مخارج الحروف، ركز على فكرتك، ركز على إنجازك أنت الشخصي. أنت قرر، لا تكون مضطر في هاللحظة، أنت قرر أنك تطلع من هذا المكان وأنت سعيد لنفسك أنت. أنا بقول نفسي أنا، لكن إحنا ما تعودنا نحنا نسعد ذواتنا أو نفهم ذواتنا. ذكرتيني بموقف دكتورة.